صباح السعادة عليكم حبايبي، عاملين ايه؟ النهاردة هنعمل طريقة الجبنة الكريمي او الكيري. وتعالوا يلا بينا نخش نشاهد الحلقة ونشوف احنا قدمناها ازاي، وقدمناها بكل الطرق. اهي معانا، بسم الله. اهي شايفين قوامها، هنعمل منها سندوتشات. اهي حبايبي شايفين الجبنة ما شاء الله قوامها متماسك وجميلة جدا. اهي هنروح نعمل منها سندوتشات للمدارس الصبح كده. معانا رغيف فينو متفتح اهو، وهنعمله هنحشيه بسم الله. شايفين يا حبايبي القوام بتاع الجبنة جميل ازاي في قلب الرغيف. يلا بينا نصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم ونشوف احنا عملنا الحاجة القمر دي ازاي. خشوا وشاهدوا الحلقة بتاعتنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عاملين ايه؟ النهاردة معانا لبن خاصر اهوت على النار. اللبن الرايب قرب مننا، كان عندنا كيلو من الحليب وسبناه في التلاجة ما غليناهوش، وجينا نطلعه نغليه لقينا كده بالمنظر ده. تعالي بقى اما اقولك هنعمل بيه ايه. هنعمل بيه احلى طعم للجبنة الكريمي، احلى جبنة كريمي هنطلعها من اللبن الخاسر اللي عندك او الرايب اهوت. احنا حاطينه على النار اهوت علشان نطلع اكبر كمية لبن منه الرايبة ونصفي منه الشرش بتاعه. بعد كده شايفين النتيجة هايلة ازاي. هو كده جمعنا كل اللبن الرايب بتاعنا، وهنبدأ نقفل على النار اهوت. هنا يا حبايبي حطينا في بولة عميقة كده وهنصفيه في المصفى. بسم الله الرحمن الرحيم. اهو يا حبايبي صفينا الشرش بتاعنا هناخده اهو. يعني بصوا الخل بيزود اللبن الشرش معانا جامد، فاحنا هنستخدمه ده اهو. ده اللي هنستخدمه، هنعمل منه احلى جبنه كريمي. طبعا يا حبايبي الشرش دوت احنا مش هنرميه عشان حرام، هنستخدمه ان شاء الله. هنعمل معاكم منه قرص فلاحي بس في حلقه تانية باذن الله. المكونات هنا اللي هنستخدمها جبنه فيتا، اي نوع جبنه فيتا عندك ما عدا طبعا الجبنه الرومي او الجبنه الشيدر عشان هتكلكع منك في قلب الخلاط. ما عندكيش طبعا بديل للجبنه، ممكن لبن بودر، فانا هستخدم الاتنين. هحط لبن بودر وهحط جبنه لتعزيز الطعم. والمفروض يبقى معانا كوبايه من الحليب. انا طبعا هستخدم الشرش بتاع اللبن اللي راق مننا، وهنستخدم الزيت. دي المكونات اللي هنستخدمها النهارده في الجبنه الكريمي بتاعتنا يا حبايبي. وما تنسونيش يا حبايبي في الشير واللايك والاشتراك. ويلا بينا هنجهز هنا في الخلاط كده. هننزل بالشرش بتاعنا اللي جهزناه، هننزله هنا في الشفشه اهو يا حبايبي. نزلنا بالشرش بتاعنا وهننزل بالجبنه. وهنضيف 4 معالق من لبن البودر كده اهو، وبسيط من الشرش بتاع اللبن اللي خسر معانا بسيط. بسم الله كده اهو. وهنروح نضرب في الخلاط. هنا يا حبايبي بعد ما خلينا القوام كريمي زي ما انتم شايفين كده، هننزل بالزيت واحده واحده. هنبدأ نضرب كده على البطيء، وهننزل بالزيت كده. طبعا الزيت هنا معانا اللي هو هيربط معانا الجبنة الكريمي، هيبقى المادة الرابطة للجبنة. حطينا معاكم برضو ذرة من الملح زي ما انتم شايفين كده. بسم الله الرحمن الرحيم. اهي بقت كريمي بس لسه طبعا هتجمد معانا في التلاجة. وهنا يا حبايبي حضرنا اي علبة تلاجة كده تكون عندك، وهنبدأ ننزل بخليط الجبنة الكريمي في قلب العلبة دي. بصوا يا حبايب قلبي، بصوا على الجبنة كده وهي بدأت تنزل من في العلبة على ما سبتها تبرد في الخلاط. شايفين بسم الله ما شاء الله عملت قوام كريمي اهي. هنبدأ ننزلها كده بالسباتيولا بعد ما
اهو يا حبايبي كده احنا فضينا الجبنه الكريمي، وبكده يبقى احنا استفدنا من اللبن الرايب اللي راب مننا، وما خسرناهوش ولا خسرنا اللبن ان شاء الله يعني. ويا ريت حبايبي كنت وصلت لحد هنا ما تنسونيش في الشير واللايك والاشتراك. وهنقفل طبعا الجبنه دي ساعه في التلاجة، هنغطيها كده بالغطا بتاعها ماشي زي ما انتم شايفين كده. شايفين المنظر جميله ما شاء الله، هي يعتبر اصلا قفشت يعني. فيا حبايبي يا ريت ما تنسونيش في الشير واللايك وتشتركوا في قناتي وتدعموني كتير. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.